بدون أي تهاون، بدون أي مجاملات. زي ما بتقول الكتب والروايات إن السودان سلط قزاء العالم، وفي نفس الزمن السوداني أكثر إنساني في الدنيا عنده سوء تغذية. ليه أي شاب في السودان ده بيحلم إنه يطلع من السودان برا؟ ليه بس بلد نافرين منها، بلد نازحين منها. ليه يعني السودان ده من ما قام السودان داير تتعالج تعال الخرطوم، داير تقري تعال الخرطوم، داير تعيش نزيه تعال الخرطوم، داير ترتاح تعال الخرطوم، داير تجي تقل أدبك تعال الخرطوم، داير ما داير تعال الخرطوم، بس داير تموت هسه اليومين دي تعال الخرطوم. ليه بس الخرطوم؟ أي حاجة الخرطوم، أي حاجة الخرطوم، أي حاجة الخرطوم. ليه يا جماعة؟ ليه انت ذاتك يا الخرطوم كده؟ خدمات في الخرطوم ما فيها في الولايات دي نمرة واحد. السودان ده كبير، السودان ده ما يلي النيل ده، الناس ماسكين النيل ده وقاعدين. السودان ده من نيل، السودان ده كده من حلايب ومن شلاتين ومن سواكن لأبيي وليه جبا وليه التماشي. ده امتداد النيل. تعال امتداد الشرق والغرب من بار السودان لحد الجنينة. ده السودان يا أخوي. يا أخي السودان شبابه ما يحلم، يعني الشاب لو سألته من أحلامه يقول لك دار لي عربية، دار لي شقة، أوضة وبرندة، دار لي مطبخ، دار لي مربة حلال. ده 90% من الشباب السوداني بيحلم بالكلام. دي أحلام في نفس الزمن، دي مفترض ما تكون أحلامه، دي تكون حقوقه، ده حق من حقوقه يتناوله. ليه يا أخي تجي تقول لي بلد ما في هنا، تجي تقول لي متمرد؟ أتمرد عليك ولما تقيم الساعة أتمرد. في السودان بلد نحن مسلمين، يعني نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا فرق بين عربيين ولا عجمين إلا بالتقوى. تلقانا مع شماليين، العجمي بيكره العربي والعربي بيكره العجمي. طبعا قصة شماليين يا أخوي، الشماليين ذات مهمشين، الشماليين ما مزارعين، بس أنا ما بعرفهم، ناس الحواشات ناس مساكين مهمشين. في نفس الزمن إحنا واحد، نفس التهميش ونفس الحاصل يا أخو. عنصرية تصفوك وتصفو العنصرية، زول أحسن من زول ما فيها، زول الناس سواسية كأسنان المشط. فقرانين الشعب السوداني، البلد غنيان، أرض الله دي غنيان، لكن الشعب فقران. ده سؤال بيطرح نفسه، ليه بس فقرانين؟ ليه بس احنا مرضانين وعندنا الصمغ العربي ده بصنعوا منه الدواء؟ ليه نمرض؟ ليه نفوسنا شينا ونحن القرآن في ايدينا يا جماعة؟ الاسلاميين استلموا البلد دي لكن ما قدروا يسيروها، بقت بلد اكبر منهم. قعدوا شنو؟ يعني يحكموها رجاله، كنكشوا في الحكم. قال لهم انتوا الشغل ده ما قدرتوا ليه؟ اطلعوا منا. قالوا لا، احنا الشغل ده ماسكنا من 56، جدودنا ماسكنه، وما جديد الحرب على السودان يا اخوي. الحرب على السودان ما جديد، انا اديك ليه من تاريخ نميري، حرق قابات الجنوب بالانتينوف ده. انتينوف ده ضرب الجنوب في عهد النميري يا زول. جديد الطيران اللي بيقذف ده، البشير ده فجق بقمره وفجق كرنويه دي بالطيران ده لما عينها طلعت، ده البشير. جديد الكباشي ولا برهان يهدموا فوقكم نفس المنهج ونفس السلوك ونفس التلاميذ، يا هم نفس التلاميذ للتلاميذ الانجليز. عشان انت ما تجي تقول لي ما في ظلم يا شعب. الشعب السوداني قال لك شعب واحد جيش واحد. والله لا دارينك، لا شايفينك، انت مختطف كلمتنا نحن كشعب سوداني دي واحد. انت خاطف مننا راينا ذاتي، انت خاطف مننا حريتنا، انت خاطف مننا حقوقنا يا زول، انت سارقنا يا زول، انت بتتكلم باسمنا وتاكل وبتشرب باسمنا ليه يا زول؟ شنو انت ذاتك يا زول؟ كرهتنا يا زول، كرهتونا، انتوا كرهتونا يا اخي، وديتونا ليبيا، وديتونا اوروبا، قطعتونا السنابك يا اخي، قطعتونا للبحر الابيض. انتوا دارين مننا شنو يا زول؟ دارين مننا شنو يا اخي؟ والله نبلكوا بس بالدعم السريع ده الله جاب علينا نركبكوا بس. بعد ده خلاص مش الخرطوم، بقت الخرطوم. انا قبل ما قلت لك الخرطوم. السودان ده وسيع، والله كان نعملها، شفتها ابيدي نعملها عاصمه. بعد ده خلاص. انت اي زول طلع في المنبر ده تكلم دار تقتله. محمد سيد حاج قتلته، منو اللي انت ما قتلته؟ منو انتوا ما نزحتوه؟ منو انتوا ما طردتوه؟ يا شرذمه، انتوا ما بتنتسبوا لقبيله ولا في قبيله تفتخر بيكوا ذات، ما في زول بيفتخر بيكوا ولا في زول بنضم لكم. انتوا شرذمه، انتوا ملاعين يا زول، الله كده لاعنكم في الناس، سلطكم علينا، لكن الله اكبر والنصر جاء ان شاء الله. انتوا ما تنطقوا باسم القبائل وما تنطقوا باسم الشعب السوداني، ولا الشعب السوداني بيمثلك. تأجر مرتزقتك خليه يجونا، دي بلدنا نحن بنموت هنا، ده ما ماشيين والله نموتوا، لكن اقسم بالله ثاني ونركع عليكم. في الراس الرجال اللي بيقعوا ديلا اسمك، في الراس الشباب، في الراس الاشاوس، اسبوق الابطال اخوك، دير السوار، دير الاحرار يا بشر. اقسم بالله فخر وشرف، يعني عزه كرامه لي انا اكون من الناس دير والله. ونحن ان شاء الله باذن الله تعالى منصورين.